احنا عندنا السبق ده مقدس. من اهم عادات البدو وتقاليدهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، ما زلنا متواصلين وإياكم من أشواطنا المسائية. في هذه اللحظات انطلق شوط الابكار لفئة المفاريق. رياضة عربية أصيلة. احنا بنحضر حدث تاريخي لأول مرة، سباق الهجن في شرم الشيخ. مشهورة في الشرق الأوسط ما بين العرب، خصوصا في شبه الجزيرة العربية. توارثتها الأجيال على مر العصور والأزمان، وبيسموها كمان رياضة الأجداد. سباق الهجن. الهجن نوع من الإبل بيتسابق في المضمار. راكبين دلوقتي في أول عربية، هي بتعتبر كابينة التعليق الرئيسي على السبق. في عرض احتفالي تنافسي. تخيلين يا جماعة كمية العربيات اللي في السبق مشاركة. وسرعة الإبل ساعات بتوصل لأزيد من 50 كيلومتر في الساعة. طبعا المضمار اللي على الجنب هنا، المضمار اللي بيجري فيه الجمال، المضمار ده المخصص للعربيات. زي ما انتم شايفين كمية كبيرة جدا من العربيات، كل جمل من دول ليه اسم. وبيتم تسمية الجمال دي بحسب أعمارها: المفردة، الحجة، اللافية، الجزاع، السناية، الحولة، السديس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. أنا النهارده بحضر حدث تاريخي أول مرة، سباق الهجن. والله احنا عندنا السبق ده يعني مقدس. وهذا انطلق بداية الشوط اللي هو شوط الركيبة. انطلق الشوط بمسافة 6 كيلو، ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله بالمركز الأول. هذه هي الأبطال تعتلي ظهور الجمال. انطلقنا دلوقتي بشوط جديد زي ما انتم شايفين. بس أنا حاسس إن احنا مش في سباق للجمال، احنا في سباق العربيات. كل اللي راكبين الجمال هنا من الأطفال، سنهم صغير عشان ما يبقاش في وزن على الجمل. زي ما انتم شايفين كده كلهم أطفال، الأطفال البدو هم اللي سايقين الجمال. المنافسة اشتدت. يلا يا سليمان، يلا يا سليمان. وهنا كله بيدي التعليمات، يعني العربيات اللي بتجري في جنب مضمار الجمال هنا كله بيدي التعليمات عشان الجمل ايه يشد. هنشوف نهاية السبق مين اللي هيفوز. الجمل رقم 11 فاز في نهاية السبق. كانت التجربة ممتعة جدا، كان في تنافس كبير ما بين الجمال، التشجيع كان حماسي لدرجة رهيبة. ودي كانت فعالية بحضرها لأول مرة، وهي سباق الهجن. أتمنى طبعا الفيديو يكون عجبكم. ما تنساش تدعم القناة بلايك وشير. النتيجة بتاعت النهارده مين اللي خد المركز الأول بقى؟ وفي نهاية السبق النهارده في اليوم الأول بيتم بقى تعليق النتيجة زي ما انتم شايفين كده.